بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خليني أوضح لك إحنا بنعمل إيه. ده تمرين عملي لإدارة النفس من خلال نظام قرآني واضح. إحنا بناخد أمر واحد من أوامر رب العالمين ونحوله لسلوك بسيط ونكرره يوم ورا يوم لحد ما يبقى عادة والقلب حاضر فيها. مش مجرد حركة، تمارين يومية وتنفيذ من غير ضغط. جرب وشوف بنفسك لما تطبق الأمر الإحساس بيبقى عامل إزاي. وارجع لمقدمة البرنامج في الحلقة الأولى علشان تفهم أكتر. خليك معايا في موقف عادي جدا، فضول بسيط بيعدي عليك. حد سايب موبايله قدامك، بروفايل شخص ما تعرفوش، موضوع مقفول ومش كامل، وتيجي فكرة أبص أعرف أتأكد، ومن غير ما تحس تلاقي نفسك داخل مساحة مش بتاعتك. مش لأنك شخص وحش ولا لأن نيتك سيئة، لكن لأن النفس بتحب تعرف أكتر حتى لو المعرفة دي مش هتفيدك. التجسس غالبا ما بيبدأش بنية أذى، بيبدأ بفضول، والفضول في الأول بيبان بريء. النفس تبرر لصاحبها: أنا بس بطمن، أنا بشوف حاجة علشان أتأكد، أنا مش بعمل حاجة غلط. ومع الوقت الفضول يكبر وتلاقي نفسك بتعدي حدود من غير ما تحس، وتفتكر اللي حصل عادي. ليه؟ علشان السلوك ده تحول لطبع، تشغيل أوتوماتيك مش قرار واعي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تجسسوا. أمر واضح ومباشر جاي في صيغة نهي، يعني اوعى تعمل كده. ما تدخلش مساحة غيرك، ما تفتش ورا الناس حتى أقرب الناس ليك، لأن ده مش حقك. الأمر هنا مش جاي بعد الفعل، جاي قبله، بيوقف الفكرة وهي لسه في دماغك قبل ما تتحول لتصرف. ولا تجسسوا أمر بيعمل بوز للنفس، بيدي الإنسان لحظة يستعيد فيها السيطرة على نفسه. احنا غالبا بنشوف التجسس كحاجة خارجية، نظرة، معلومة، تفصيلة. الآية بتلفت انتباهك لحاجة أعمق. لما بتدخل مساحة مش بتاعتك، النفس ما بتهداش، العقل يدخل في وضع المراقب، والقلب يطلع مشاعر توتر خفيف، يعني استهلاك طاقة ملوش معنى. التجسس مش مجرد فضول ولا سؤال عابر، هو لحظة اللي تقرر فيها تعدي حد مش مطلوب منك تعديه، حتى لو محدش شافك، وحتى لو قلت أنا بس بطمن. ليه التمرين ده مهم؟ لأن التجسس مش بيقف عند لحظة فضول، هو سلوك بيطلع النفس بره مسارها. النفس بتدخل في حالة قلق حتى لو ما لقيتش حاجة، طاقتك بتستنفذ على الفاضي. ومع الوقت ده بيبان في شكل توتر في العلاقات، سوء فهم، وحساسية زيادة. في التمرين ده هنشتغل على لحظة واحدة بس. أول ما تحس بفضول إنك تعرف حاجة بره حدودك، اقف لحظة وافتكر: ولا تجسسوا. وبعدها سيب الحاجة مقفولة زي ما هي، ما تفتحش، ما تسألش. مش علشان غيرك، علشان نظامك انت. في آخر اليوم ارجع للفورم الخاص بالتمرين عشان تلاحظ التكرار بهدوء لحد ما العادة تثبت. استخدم نفس الفورم كل يوم. هتلاقي لينك التحميل في البايو، ولو بتتفرج من يوتيوب اللينك موجود في الوصف. وانت بتتابع التمرين على الفورم اسأل نفسك: في اللحظة اللي عدت عليا هل احترمت حدودي ولا عديتها؟ احنا مش بنغلس على نفسنا ولا بنعاقبها، احنا بنرجعها لمكانها الطبيعي. هي خطوة صغيرة مع تكرار هادي. ودايما افتكر ان القرآن نظام تشغيل بيحميك من جواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.